هو مين اللي اخترع شريحة البطاطس دي؟ جامدة. الشخص ده اسمه جورج كروم، كان ساكن في مدينة اسمها نامور في بلجيكا. سكان المدينة دي كان عندهم طقوس سنوية، كانوا بيعملوا مهرجان اسمه مهرجان الأسماك، وفي المهرجان ده كانوا بيصطادوا سمك من نهر اسمه بوير ويقلوه وياكلوه، وده كان طقس سنوي عندهم. في سنة من السنين مية النهر بقت شبه متجمدة والصيد كان صعب جدا في السنة دي. طبعا الناس بقت في حالة وحشة جدا بسبب انهم مش هيقدروا يعملوا الطقوس بتاعت كل سنة. جورج كروم اللي شفنا صورته في أول الفيديو جات له فكرة، قطع البطاطس على شكل صوابع عشان تكون شبه السمك وقلاها. الناس اتبسطت جدا من صوابع البطاطس المقلية، وانتشر اختراع جورج في العالم كله. سنة 1885 جه شخص ياكل البطاطس دي في مطعم اسمه ساراتوجا سبونجر، والمطعم ده كان في نيويورك، واللي كان بيقدمها طبعا الشيف جورج. لكن الشخص ده ما عجبوش البطاطس وكان شايفها ناشفه، فطلب من جورج يقطعها على هيئه شرايح. طبعا جورج كان غضبان جدا من الشخص ده، فمن غيظه قطع البطاطس في سمك الورقه وقلاها. لكن الغريب بقى انها عجبت الناس وسموها شرائح ساراتوجا. شرائح ساراتوجا فيما بعد بقى الطبق المفضل عند الزبائن. وسنه 1926 انتشرت الشرائح دي في العالم كله، والاخص بعد ظهور السيده سكورد. الست دي كانت بتاخد البطاطس تعبيها في علب وتروح تبيعها في امريكا، وانتشرت بسرعه البرق في امريكا وبعدها في العالم كله. سلام.